أنا باحمد ربنا كل يوم على كل مشكلة قابلتني في خلال مشواري في الإدارة. ليه؟ لأن هي دي خبرتي. الخبرة بتاعتي عبارة عن كل المشاكل وكل المواقف اللي مريت بيها، اللي قعدت وفكرت ولقيت لها حل، والحل ده كان مناسب جدا ونجح في اللي أنا أعدي المشكلة دي. وبالتالي أنا الحمد لله كونت خبرة كبيرة على مدار سنين في الإدارة. فتعالي لي كده يا مدير لما أقول لك إن اللي أنت واقع فيه دلوقتي ومضايقك جدا هو اللي هيبني الخبرة بتاعتك في المستقبل. ونصيحة مني، سميها تحدي مش مشكلة. وما تقوليش بقى كلام بتوع التنمية البشرية دول اللي بتقعد تتريق عليهم. الفكرة انك لما بتفكر في المشكلة على ان هي مشكلة، دماغك بتقفل والحل بيبعد قوي. ولكن لما بتاخدها على ان اللي انت فيه ده هو تحدي وجاي علشان يطورك وعلشان يطلع منك مهارة او حلول هتضاف بعد كده لمسيرة بتاعت الخبرة بتاعتك، بتلاقي عقلك بيتفتح والحل بيجيلك بسرعة. وبالتالي من النهاردة حاول تفكر في أي حاجة أنت بتقابلها، زي ما أنا طالعة دلوقتي وبسجل لك الفيديو ده وأنا بقالي 10 أيام في تحدي في البيزنس بتاعي فعلا. كل ما بفكر فيه على إن هو مشكلة بحس إن أنا اتخنقت واتقفلت وفعلا مش لاقية حلول. بس اللحظة اللي أنا ببدأ أفكر فيها على إن هو تحدي ويا ترى المفروض إن أنا أدور على جذر المشكلة والمفروض إن أنا أعمل إيه، هل في مهارة المفروض إن أنا أكتسبها أكتر، دماغي بتتفتح والحلول واحدة واحدة بتبدأ تيجي. فمن النهاردة ما اسمهاش مشكلة، اسمها تحدي.